عندما يتحدث التاريخ عن عظماء كرة القدم، فإن اسما واحدا يفرض نفسه بقوة، إنه ليونيل ميسي. عاد الساحر الأرجنتيني ليؤكد للعالم أن الموهبة لا تشيخ وأن العبقرية لا تعرف حدودا. أمام الجزائر قدم ميسي عرضا أسطوريا بكل معنى الكلمة، حيث أمطر الشباك بثلاثية رائعة، هاتريك كامل أعاد إلى الأذهان أجمل لياليه الكروية. كان في كل مكان، يصنع الفرص، يراوغ المدافعين، وينهي الهجمات بلمسات لا يملكها إلا ولم الكبار. يكتفي بذلك، ففي المواجهة التالية أمام النمسا واصل القائد الأرجنتيني عزفه المنفرد، وأضاف هدفين رائعين ليقود منتخب بلاده إلى انتصار جديد. 5 أهداف في مباراتين فقط، أرقام تؤكد أن ميسي ما زال قادرا على صناعة الفارق. ليس فقط الأهداف، أكبر المحافل العالمية التي يلعب بها. كل لمسة تحمل سحرا خاصا، وكل تمريرة تحمل فكرة لا يراها سواه. إنه اللاعب الذي يجعل الجماهير تقف احتراما، والخصوم يصفقون إعجابا، وزملاءه يؤمنون بأن المستحيل يمكن أن يصبح حقيقة. لكن اسم ميسي ظل حاضرا في القمة، قائد، فنان، هداف، وصانع أمجاد. وفي كل مرة يعتقد البعض أن الوقت قد حان لرحيله عن الأضواء، يعود يكتب فصلا جديدا ميسي كتابة التاريخ بأقدامه الذهبية، ويثبت أن الأساطير الحقيقية لا تختفي، بل تزداد بريقا مع مرور الزمن. جماهير الأرجنتين تحلم، وعشاق كرة القدم حول العالم يستمتعون، لأنهم يشاهدون واحدا من أعظم اللاعبين الذين لمسوا كرة القدم على الإطلاق، وأسطورة ستبقى خالدة في ذاكرة المونديال إلى الأبد.